السلام عليكم، أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة من حكاوي تيتا المرعبة. القصة بتاعت النهاردة دي قصة حقيقية حصلت بالفعل في محافظة القاهرة لشاب مصري اتجوز جنية وكمان خلف منها بنت. تفاصيل القصة دي كلها مرعبة وكانت قلبة الدنيا لدرجة ان الإذاعات والصحف والجرايد اتكلمت عنها. تفاصيل القصة بالظبط هتعرفوها معانا ان شاء الله. محمد كامل إبراهيم جمعة طالب جامعي في محافظة القاهرة. كل الصحف والمجلات والإذاعات اتكلمت عنه في الفترة دي لأن الشاب ده اختفى فترة طويلة جدا حوالي 10 سنين وبعد كده ظهر. انت كنت فين يا محمد؟ محمد قال انا كنت متجوز جنية وقاعد معاها في المكان اللي هي فيه وكمان مخلف منها بنت. مخلف من الجنية دي جنية بنت. نبدأ قصتنا نقول بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله. ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد وممتع وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. للأسف المشاهدات الفيديو قليلة جدا، ممكن تساعدوني بالاشتراك في القناة وتدعموا قناتي. ايه اللي حصل لمحمد ده؟ محمد ده كان شاب جامعي، شاب زي اي شاب عادي. في سنة 1960 محمد ده اختفى. والدته قلبت عليه الدنيا ملقتوش لدرجة ان هي راحت عملت محضر في اسم الشرطة في محافظة القاهرة عشان تغيب محمد. وكانت كل يوم تدخل اوضته تدور عليه عند القرايب والجيران لغاية ما في مرة بتفتح الأوضة لقت محمد قاعد قدامها في الأوضة. محمد انت كنت فين؟ انت كنت فين يا ابني؟ القصة والتفاصيل مرعبة محدش يتخيلها، لكن هو بيقول ان ده حصل له بالفعل. زي ما في ناس بتأكد ان ممكن يحصل تزاوج بين الإنس والجن، وزي ما في ناس بتنكره وبتقول لا مستحيل، العلم عند ربنا وحده. القصة دي اتقالت وانا بحكي لكم من حكاوي تيتا المرعبة. محمد كامل إبراهيم جمعة شاب كانت علاقته محدودة جدا بالناس، كان يعتبر ملوش أصحاب ولا له علاقات بأي حد، كان قاعد في حاله دايما من الجامعة بتاعته للبيت، ما كانش بيخرج يعتبر من أوضته، كان دايما قاعد لوحده وفي حاله. لغاية ما كان في يوم جاي بالليل من مكان وكانت الدنيا بتمطر. محمد اتفاجئ بان في قطة قدام باب العمارة بتاعتهم. القطة دي بتنظر له وبتبص له زي ما يكون بتقول له الحقني من المطرة، وكانت فعلا مبلولة وكان شكلها يعني صعب عليه جدا. فمحمد اخد القطة دي ودخلها جوه قدام باب العمارة الشقة بتاعته يعني عشان يحميها من المطر والبرد وكده. لا، القطة كانت لازقة فيه، كانت عايزة تدخل معاه البيت، يوديها يمين يوديها شمال عشان القطة دي تبعد عنه. مفيش فايدة، القطة ملازماه وعايزة تدخل معاه. فالآخر فتح الباب ودخلها عشان محمد يتفاجئ ان القطة اول ما دخلت البيت قام جاي راح على قطه على طول، زي ما يكون عارفة ان ده قطه، ان دي قطه وده المكان اللي هو بيقعد فيه وبينام فيه. محمد طبعا استغرب بس قال عادي، القطط مش مشكلة، عادي دخلت، هي كائن لطيف وكائن طيب وديني أنقذتها. وفعلا محمد دخل نام عشان الصبح مامته تشوف القطة دي، انت جايب ايه يا محمد؟ انا ما بحبش الحاجات دي، انا مش عايزاها. قال لها خلاص يا ماما سيبيها. محمد اتعلق جدا بالقطة دي وحبها وكان بيأكلها وكان بيحميها وكان بيعمل لها كل حاجة، لدرجة ان هي يعني الوحدة اللي كانت عند محمد والملل اللي كان عنده القطة دي كسرتها خالص، وكان مبسوط جدا وسعيد كأنه لقى صديق وكأنه لقى حد قاعد معاه مونسه. لكن فجأة وبدون أي أسباب والقطة دي قعدت عند محمد حوالي 9 شهور أو 10 شهور، القطة دي اختفت مع ان دايما بيتهم مقفول، ومامته لما بتخرج بتقفل الباب وراها على طول، يعني مش هتغفلها وكده وتخرج وهي خارجة، ومفيش اي مخرج ليها من البيت غير الباب. القطة دي اختفت من البيت. محمد قلب عليها الدنيا، قعد يدور هنا 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 ما لقاهاش، زعل جدا، سأل مامته عليها، قالت له والله يا ابني ما شفتها، انا لما بخرج باخد بالي عشان ما تخرجش ورايا. لكن
القطة دي اختفت. محمد طبعا دخل في نوبة اكتئاب شديدة جدا، وطبعا محبين القطط وأصحاب القطط هيعرفوا القصة دي. طبعا اصحاب القطط هيعرفوا ان ازاي حد بتبقى قطته غالية عليه وعزيز عليه وفجأة كده تختفي او تروح او تموت، حاجة صعبة جدا. وبالنسبة للقطط انا كنت عملت سلسلة اجزاء اسمها مش كل القطط قطط، بتكلم فيها عن المواقف اللي حصلت من قطط، وان في قطط ما كان مش قطط اصلا، وان القطط دي كانت مسكونة بارواح او القطط دي جن متمثل فيها. يا ريت تشوفوا الفيديوهات دي سلسلة كاملة مش كل القطط قطط، لان بطلة القصة بتاعتنا النهاردة قطة، بس مش قطة. محمد طبعا دخل في نوبة اكتئاب وخلاص سلم امره لله، والقطة راحت. عشان بعد كده في يوم محمد برضو وهو جاي من الشارع يتفاجئ ان في قطة برضو بتبصله وواقفة في نفس المكان. ايه ده، قطة تاني؟ محمد طبعا هنا فرح جدا، والقطة كانت بتبصله يعني بصات يعني خلاص، يعني اللي هي ايه، خدني، يعني كان ناقص تتكلم تقول له خدني وطلعني معاك. محمد خدها وفرح جدا بيها وخدها فوق عنده الشقة. والقطة دي طولت مع محمد جدا، يعني كانت صديقة عزيزة. القطة دي قعدت مع محمد لغاية ما خلص جامعة، قعدت معاه 4 سنين، يعني بقى خلص جامعة كمان وقعدت معاه يعني قعدت معاه 4 سنين. تعلق بيها جدا القطة دي وكان بيحبها جدا، عشان القطة دي برضو تختفي بنفس الطريقة اللي اختفت بيها القطة الأولانية. محمد هنا كان هيتجنن وزعل جدا، وشعر يعني اللي حصل له تاني نفس الاكتئاب ونفس الزعل ونفس الحزن، كل حاجة اتكررت معاه تاني. عشان محمد برضو المرة التالتة وهو جاي من بره يلاقي قطة، لكن القطة اللي لقاها المرة دي بقى حاجة غريبة، قطة شكلها جميل جدا جدا جدا، حاجة نادرة. ما شافش قطة قبل كده في حياته زيها بشكلها وبشعرها. لا، ايه القطة دي، حاجة كده تجنن. القطة دي محمد يعني أول ما شافها هو اللي راح خدها على طول وفرح بيها، وخدها دخلها معاه، وفعلا برضو زي القطتين اللي قبل كده راحت على الأوضة على طول. محمد طبعا بيقول القطة دي كانت دايما ملازماني في أي مكان، طول ما أنا ماشية معايا لازقة في رجلي، أطلع فوق السطح تطلع معايا، أخرج تخرج معايا. ويعني بيقول تخرج معايا كده خلاص، يعني لدرجة إن أنا ماشيها مش عايزة تمشي، واجي القهوة مستنياني زي ما هي كانت واقفة في المكان هو، لدرجة إن هو لما كان بيروح الحمام كانت بتروح معايا. محمد في يوم قاعد بيلعب القطة دي وبيلعب معاها زي ما بيلعب معاها دايما، اتفاجئ ان شعرها الفرو بتاع القطة ده عمال يقع. لا مش يعني مش حاجة ولا اتنين، لا ده شعرها كله عمال يقع. ايه ده، لا والقطة جسمها بيتمدد، شعرها بقع وجسمها بيتمدد، وفجأة القطة دي ما بقتش قطة، لا ده بيتكون منها حد، ده بتتكون منها واحدة. وفعلا نتفاجئ ان القطة دي بقت واحدة واقفة قدامه، واحدة في منتهى الجمال اللي محدش يتخيله. بيقول انا ما شفتش ولا هشوف في حياتي جمال بالشكل ده. محمد طبعا في الوقت ده كان قلبه هيقف، ما كانش قادر يتحرك ولا يتكلم. اتفاجئ ان اللي بقت قط، يعني اللي كانت قطة دي وبقت بنت قدامه كده بتقوله ما تخافش، ما تخافش يا محمد، انت مش عارف انا مين. محمد طبعا عارف هي مين وعارف هي ايه، يعني كانت قطة وبقت واحدة قدامه فاكيد عارف ان دي جنية. قالت له ما تخافش يا محمد، انا من الجن الروحاني مش من الجن اللي بيأذي، وعمري ما هأذيك، انا اسمي زراكش، ده اسمي، لكن انا بحبك وعايزة اتجوزك وهعمل كل حاجة تبسطك وترضيك، وهغير اسمي كمان، هخلي اسمي على اسمك، ده بيحصل عندنا. عشان كده انا هسمي اسمي مكاجش من اول كل حرف في اسمك، مكاجش بقى اسمي مكاجش عشانك. وقالت له كمان يا محمد الجواز لما يحصل هيبقى فيه شروط دي ان هو ممنوع ان هو يكون في اضاءة بالليل خالص، طبعا الكتمان والسرية، ممنوع ان هو ياكل توم او بصل، ممنوع ان هو يعرف اي حد باللي بيحصل، ما يسهرش بره لأي وقت متأخر مهما حصل، وان هو لو خلف ولد هو اللي هياخده ويربيه، ولو خلفه بنت هي اللي هتربيها وهتعيش معاها في العالم
السفلي. محمد ما كانش عارف يتكلم، يعني ما كانش عارف يرد ولا يقول اي حاجة. بيقول ان الحاجة الوحيدة اللي كانت مهونة عليا اللي بيحصل ده جمالها. بيقول جمالها وحلاوتها هي اللي كانت مخففة عني الصدمة شوية. وبيقول بعد كده الجنية دي اختفت، وبيقول انا من الخوف انا خرجت بره ابص ادور ايه ده في ايه. بيقول من التعب ومن الخوف رحت اترميت على السرير ونمت. محمد نام يوم كامل. بعد كده هي كانت قالت له الزواج هيتم بكرة في منتصف الليل. محمد قام من النوم حوالي العشاء، يعني نام يوم كامل. نام محمد من العشاء، يعني من حوالي الساعة 10 بالليل لتاني يوم قرب الساعة 10 محمد نام. فمحمد قام قعد يدور في البيت، يسمي يذكر الله يقول قرآن. محمد خايف ومرعوب، وبيقول أنا كنت بحلم، أنا شكلي كنت بحلم، مفيش أي حاجة من دي وأنا بتهيألي. يمكن من زعلي على القطط، ولا يمكن أنا عندي حالة نفسية ولا حاجة. وفضل برضو محمد مستني اللي هيحصل في منتصف الليل لغاية ما الساعة جت 1:30. محمد قال أيوة مفيش أي حاجة، خلاص كده مفيش جنية ولا حاجة، أنا بتهيألي. عشان بعدها بحوالي 10 دقايق يبص يلقى باب أوضته بيخبط، خبط على باب أوضته الساعة 1:30. مامته نامت من زمان، فقام فتح عشان يقابل 4 رجال والجنية دي واقفة وراهم، المجاج دي واقفة وراهم. طبعا شاف الرجال دي، قالوله يا محمد احنا اللي هنيجي نتم زواجك من بنتنا، انت عارف شروط الزواج كويس ومش تخالف اي حاجة منها، احنا عمرنا ما هنأذيك، احنا جان مسالم ما بيأذيش البشر لو حافظت على سرنا وعلى الوصايا اللي احنا قلناها ليك. طبعا جم دخلوا، بيقول اشكالهم كانوا قرح، ما كان لهمش شعر ال4 رجال دول، وكانوا شبه بعض ولابسين لبس عامل زي لبس الكهنة بتاعة الفراعنة، شبههم لبس معين. قعدوا يعملوا طقوس معينة وعقد وزواج وكلام. وبيقول فعلا تم الزواج، وبيقول ان هو عاش أجمل أيام حياته. بيقول زوجته الجنية دي كانت بتعمل له أي حاجة تبسطه وترضيه، لدرجة إن هي بتقوله لو أنت عايزني أتمثل لك في واحدة أنت كنت بتحبها، أو أنت عايزني أبقى شبهها، أنا ممكن أعمل لك كده. لو عايزني أغير لك لون عيوني أو لون شعري أنا أعمله لك. يعني كان حياة في منتهى الرضا وفي منتهى السعادة. وطبعا ده كله كان في سرية، محمد ما كانش قايل لأي حد خالص. وكانت بتبقى الجنية قاعدة معاه وأمه تدخل الأوضة ما تشوفهاش، بتختفي في ثانية، بتعرف ان هي تتأقلم ان هي ما تبقاش موجودة. كانت كل ما مامته تدخل ما تشوفش اي حاجة من دي، لغاية ما حصل حمل فعلا. فمحمد طلب من الجنية دي، قال لها أنا عايز أجي معاكي العالم السفلي بتاعك، دنيتك اللي انت موجودة فيها ومدينتك أنا عايزة أجيها. قالت له انت كده كده هتيجي، لازم تيجي وتحضر الولادة. وقالت له انت عشان تيجي معايا برضو اللي تشوفه ما تقولش عليه وما تخلفش اي قواعد ولا او اي حاجة من الوصايا اللي احنا اتفقنا عليها. قالت له اقف في نص الأوضة وغمض عينيك وما تفتحهاش. وفعلا محمد عمل اللي هي عايزاه، وقف في نص الأوضة وبيقول أنا سمعتها عمالة تقول كلام معين، وحطت إيدها على وشي بالراحة وقعدت تمشيها على وشي، وفجأة بفتح عيني لقيت نفسي في مكان عالم مش شبه عالمنا خالص. بيقول فعلا في بيوت وفي قصور لكن ما فيهوش، وفي شجر لكن ما فيهوش وسائل مواصلات، ما فيهوش يعني الناس اللي فيه حتى كلهم الرجالة شبه بعض قرع، والستات اللي هناك ليها شكل مختلف، يعني شكلهم كده وشبه بعض برضو. بيقول الشجر اللي هناك مش زي الشجر بتاعنا ده مفرح، لا بيقول الشجر جاي زي ما يكون ملوي كده، جاي بميلان. بيقول الدنيا بتاعتهم النهار بتاعهم مش زي النهار بتاعنا اللي هو المشرق ده، لا بيقول النهار مدي هناك تحس ان هو على اللون البرتقالي اللي هو زي الشفق ساعة ما تيجي، يعني اللون اللي هو زي ما تيجي الشمس كده تشرق او قرب من الشمس تيجي تغرب، اللون البرتقالي ده.
بيقول عشت هناك وشفت هناك، وبيقول أنا قابلت هناك ناس بشر وبرضه متجوزين جان بنفس الطريقة اللي أنا متجوز بيها زراكش. بيقول حصلت وراحت زراكش خلاص، يعني حصل ان هو راح هناك وجا موعد الولادة، وراحت زراكش عشان تولد، وفعلا ولدت، لكن ولدت بنت. قالت له البنت دي هتعيش هنا وهتتربى هنا، دي من حقي زي ما انا اتفقت معاك وانت وافقت. ومحمد فعلا وافق، وكان محمد عايش في عالمها فترة، وبيطلع يعيش في العالم بتاعه في الدنيا فترة تانية. استمر الزواج ده 10 سنوات. وخدوا بالكم من التاريخ ده، التاريخ ده مختلف جدا. هو بيقول أنا عشت متجوزها 10 سنين، بس بعد كده بنته طبعا بقى عندها 10 سنين، فلما كان بيروح لها ويشوفها ويطمن عليها كانت بتقوله حاجة غريبة. كانت بتقوله احنا في احتفال بيعملوا الجان في مكان في البحر، في وسط البحر، وبيحتفلوا بيه بجماجم بشر وبيمثلوا بيهم. هو بيقول تقريبا المكان ده زي مثلث برمودا، او هو مثلث برمودا. ده بيقول اللي انا فهمته او اللي انا حسيته من كلامها. طبعا الجان لما عرف بالقصة دي غضب جدا، وقال محمد كده بدأ يعرف أسرار من أسرارنا وحاجات هو مفروض مش يعرفها. محمد كده مفروض يتنفي من هنا وما عادش يجي هنا تاني، لان بنته خرجت له سر من اسرارنا اللي محدش يعرفها. وفعلا اتحكم على محمد ان هو يرجع تاني بيته وما يدخلش عالم الجن تاني، وزواجه ينتهي بزراكش نهائي. طبعا الكلام ده ما كانش فيه رجعة، هم اتفقوا على الكلام ده وهو اللي حصل. محمد رجع البيت، محمد رجع البيت، لكن محمد هو بيقول الزواج والقصة دي كلها حصلت في 10 سنين. محمد اختفى فترة وبعد كده ظهر في اوضته، زي ما قلنا ان مامته بلغت ان هو اختفى 10 سنين، ان هو مختفي بقاله فترة. لكن محمد بيقول انا اتجوزت 10 سنين، لكن مامته لما فتحت الباب ولقته محمد كان عنده مش يعني بنقول الحكاية دي حصلت لمحمد وهو عنده 22 سنة، يعني كان المفروض يكون عنده 32 سنة. لا، محمد لما مامته فتحت عليه الباب كان عنده 40 سنة. أيوة، عنده 40 سنة. يعني في حاجة حصلت، الوقت ما كانش مظبوط، يعني عالم خفي. ايه اللي حصل لمحمد في الفترة دي؟ انت كنت فين؟ قال الكلام ده اللي محدش يتخيله او ممكن يصدقه. القصة دي شاب حكاها بالفعل وقالها، والشاب ده كان فين في الفترة اللي اختفى فيها دي؟ وازاي ان مامته اللي كانت بتدخل اوضته كل يوم تفتح كده تلاقيه موجود فيها قدامها؟ والكلام اللي هو قاله ان هو عنده بنت من عالم الجن وان هو اتجوز جنية، ده ربنا سبحانه وتعالى وحده عالم بيه. لكن برضو في قصص مشابهة للقصص دي هنقولها ان شاء الله. استنوا من تيتا المرعبة كل مرعب وغريب وعجيب من حكاوي تيتا المرعبة. وفضلا بتمنى منكم الاشتراك في القناة، ممكن تساعدوني في دعم القناة بالشير واللايك ومشاهدة الفيديو للآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.